في الشمال الشرقي للجزائر وعلى حافة الصحراء وقفت قسنطينة تختال خيلاء غرناطة وطروادة، حيث كانت تقع على طرق القوافل التجارية والرحلات العلمية والدينية، الأمر الذي جعل منها مدينة فريدة منذ فجر التاريخ الإنساني. يرجح المؤرخون أن نشأتها تعود إلى عام 1450 قبل الميلاد، غير أن أول تاريخ معروف للمدينة بالاسم الأمازيغي سيرتا عاصمة المملكة النوميدية. قسنطينة الحضارة يحمل العالم إليها على ظهر قوافل تقطع الأرض لتحل في أرضها، وتحمل هي العالم إلى زائرها بغرس الحضارات التي توالت عليها. فكثيرة هي الآثار التي ما زالت باقية في المدينة، شاهدة على تعاقب الحضارات هنا. النوميديون والرومان والمسلمون والفرنسيون هي نسيج من الحضارات المتعاقبة، إلا أن للحقبة الرومانية عظيم الأثر، حيث استمرت حوالي 15 قرناً، غير أنها دخلت في بعض الحروب الطاحنة التي دمرتها، قبل أن يعيد بناءها الإمبراطور الروماني قسطنطين، والذي سميت المدينة باسمه. واليوم ها هو قسطنطين علم من أعلام قسنطينة لا يغادرها. ثم ما لبثت قسنطينة أن دخلت في العهد الإسلامي، فعلى رأس جيش الإسلام حل عقبة بن نافع فاتحا المغرب العربي لتدخل المدينة في عهد جديد. وسرعان ما ارتقت سلم الحضارة، فعن تلك الفترة يتناول المؤرخون والرحالة المسلمون قسنطينة باعتبارها مركزا حضاريا مهما، حيث غدت بجدارة مدينة العلم والعلماء. خلال الحقبة الإسلامية كانت المدينة ملازمة للعلم والعلماء، فغدت مشكاة يطلبها الباحثون من كل حدب وصوب، وهذا ما يفسر أنها عجت طويلا بالمدارس الشرعية. كما أن المدينة تميزت بوجود عائلات قسنطينية بأكملها عرفت بالعلم وتوارثه جيلا بعد جيل.